رحلة باريس كان كمين ومنصوب، اغتيال الدكتور يحيى المشد. علشان تعرف أصل الحكاية تابع معايا. في 11 يناير 32 اتولد العالم المصري الدكتور يحيى المشد ببنها، وكان نابغة في التعليم، ودخل كلية الهندسة جامعة اسكندرية قسم كهرباء، وده لأن قسم الهندسة النووية ما كانش لسه فتح. ولما طلع من الأوائل ومصر حست بنبوغه اختير لبعثة للحصول على الدكتوراه من لندن سنة 56، لكن طبعا بسبب العدوان الثلاثي على مصر اتحولت البعثة من لندن لموسكو. ولأنه كان متدين اتجوز قبل ما يسافر ويطير على موسكو ويقضي هناك 6 سنين، وكان بيرجع في اجازات قصيره جدا علشان تمر 6 سنين وياخد الدكتوراه سنه 63، وتخصص في هندسه المفاعلات النوويه، وتعين في هيئه الطاقه الذريه المصريه، ودي اللي انشاها الرئيس عبد الناصر في نفس السنه اللي اتفتح فيه قسم للهندسه النوويه في جامعه اسكندريه. وعلى طول دخل في القسم ده الدكتور يحيى المشد اللي تدرج في المناصب لحد لما بقى رئيس القسم عام 68. وتمر كام سنه، لكن للاسف حس الدكتور يحيى المشد بيأس كبير جدا، لان حس ان كل العلم الخطير اللي عنده ملوش اي اهميه، وان العلم ده بالرغم من انتباه الدوله لاخترته الا انها مش مدياله القدر الكافي للاسف من الاهتمام، على عكس اهتمام الغرب الرهيب بيه. وتيجي حرب اكتوبر 73 وتنتهي الحرب بالنصر والمعاهده، لكن يبدا الصهاينه فألاعبهم مع العرب اللي ما بتخلصش. في التوقيت ده بدات العراق تهتم بالعلوم النوويه، وبالاخص صدام حسين اللي كان ساعتها نائب رئيس الجمهوريه، واللي قرر سنه 75 انشاء الجامعه التكنولوجيه. وبيقول الدكتور منذر التكريتي الرئيس صدام حسين كان مهتم جدا بالموضوع، وطلب الاستعانه بالدكتور يحيى المشد اللي كان صيته واصل للعراق من كتر نبوغه في المجال ده، واللي للاسف مصر ما كانتش مستغلياه. ودع يحيى المشد حلمه اللي كان نفسه يحققه في ارض مصر، وسافر للعراق اللي كان عزاه الوحيد انها بلد عربيه، وفعلا لقى في العراق معامله فوق الوصف واجهزه على احدث طراز، ده غير انه طلب اجهزه اضافيه وتم تلبيه كل طلباته. وبدا الطموح العراقي في امتلاك قوه نوويه يزيد. وفي سنة 79 أمر الرئيس صدام حسين بانتداب يحيى المشد إلى هيئة الطاقة الذرية العراقية، وقابل الدكتور يحيى المشد بنفسه وسأله الرئيس صدام حسين وقال له أنت شايف إن من حقنا إننا نحلم ونسعى في المجال النووي يا دكتور يحيى؟ رد عليه الدكتور يحيى بثبات وقال له طالما في هناك من يمتلك القنبلة النووية وبيتكلم على انه الجهة الاقوى، يبقى احنا من حقنا كعرب اننا نمتلك نفس السلاح للدفاع عن النفس. وفي التوقيت ده كانت اوروبا توصلت الى طريقه جديده لاستخلاص اليورانيوم المخصب، وده يغني عن انشاء مفاعل نووي ضخم. ويسافر الرئيس صدام حسين في التوقيت ده لفرنسا ومعاه وفد رفيع المستوى، وكان من ضمنهم الدكتور يحيى المشد. وكان من ضمن جدول الاعمال العراقي جوله مع رئيس الوزراء الفرنسي في التوقيت ده جاك شيراك لتفقد مركز الطاقه النووي الفرنسي اللي كان مقره في مارسيليا. وطبعا في التوقيت ده بدات عيون الموساد انها تركز مع اللي بيحصل بين العراق وفرنسا، وان في امر خطير هيحصل بين البلدين. وقال الدكتور فاضل علي رئيس الاتحاد العربي للفيزياء الحيويه والصديق المقرب للدكتور يحيى المشد، وهتلاقوه في المصادر صوت وصوره، طلبت العراق عن طريق الدكتور يحيى المشد تنشيط المفاعل الذري العراقي باستخدام اليورانيوم المخصب، ووافقت فرنسا على العرض العراقي، وتم عقد اتفاقيات بمليارات الدولارات، وتم تجهيز شحنة اليورانيوم في فرنسا تحت الحراسة المشددة لشحنها عن طريق البحر لميناء بغداد في سرية مطلقة. لكن تحصل حاجة خطيرة، نزل في مطار طولون في جنوب فرنسا 3 أشخاص من الموساد تحت اسماء وهميه، واجروا فيلا كان فيها 4 اشخاص تانيين كانوا مستنيينهم. وتاني يوم 5 ابريل 79 قدروا ان هم يوصلوا للمخزن اللي فيه شحنه اليورانيوم، وكان الهدف سرقه قلب المفاعلين النوويين اللي كانوا رايحين للعراق، إيزيس وأوزوريس زي ما كان مسميهم الفرنساويين، او تموز 1 وتموز 2 زي ما كان مسميهم العراقيين. لكن بالرغم من دخولهم كان واضح ان الوقت قليل جدا وما عرفوش يتعاملوا مع فك القلب دوت، ففجروا قلب المفاعلين وفص ملح وداب. طبعا الدنيا اتقلبت في فرنسا، والسؤال اللي كان بيتسأل من الصغير قبل الكبير ازاي قدروا يوصلوا لمكان المخزن، وازاي قدروا يدخلوا بالرغم من الحراسه المشدده، وازاي قدروا يفجروه وكمان يهربوا، وكل ده من غير ما يتمسكوا. الكاتب عادل حموده مؤلف كتاب الموساد واغتيال المشد قال ان في تواطؤ واضح من حد كان بيشتغل في هيئة الطاقة الذرية الفرنسية
مع الموساد، وهو اللي كان بينقل لهم كل كبيره وصغيره كانت بتحصل، ده غير مواعيد الشحن واماكن التخزين. وطبعا الرئيس الفرنسي في التوقيت دون خاف، وخصوصا بعد التقرير اللي وصل له واللي اتاكد من خلاله ان سبب التفجير كان 3 من الموساد دخلوا باسماء وجنسيات وهميه. ومعنى ان الامر وصل للموساد معنى كده ان امريكا عرفت بالموضوع، وخاف الرئيس الفرنسي لا يتقال له انه بيساعد على انتشار النووي. بس في نفس الوقت الرئيس الفرنسي ما كانش حابب انه يخسر العقود اللي وقعها مع العراقيين، فحب يمسك العصايه من النص. طلب من هيئه الطاقه الذريه الفرنسيه، وهو عارف ان كل كلمه هيقولها هتوصل للصهاينه، طلب منهم انتاج وقود كان اسمه كراميل. وده معناه ان بدل ما اليورانيوم هيكون مخصب بنسبه 97% يكون مخصب بنسبه 7% فقط، وده يشغل المفاعل طبعا، لكن يكون عاجز عن انتاج القنبله النوويه. وتسافر شحنه اليورانيوم، لكن يكتشف الدكتور يحيى المشد الملعوب الفرنسي ويرفع تقرير في منتهى السرعه والجديه الى الرئيس صدام حسين، وقال له يا ريس كده بيضحكوا علينا، اللي اتبعت ده ما يعملش قنبله نوويه. واصرت العراق على التزام فرنسا بالعقد اللي بينهم لتشغيل المفاعل النووي وبالنسب المتفق عليها، ويرجع الدكتور يحيى المشد الشحنه كلها لفرنسا. وطبعا تتقلب الدنيا في فرنسا تاني، ويوصل الكلام لهيئه الطاقه الذريه عن اللي عمله الدكتور يحيى المشد، وان هو اللي قال ان شحنه اليورانيوم غير مطابقه للمواصفات، وانه مصمم على المواصفات المطلوبه، وان طبعا لو فرنسا ما بعتتش المطلوب هتبقى في غرامات كبيره على العقود، وتطير طبعا كل التطورات دي للموساد الاسرائيلي. وتيجي تعلن فرنسا بعد ده كله ان شحنه اليورانيوم اللي اتبعتت للعراق سليمه، وتطلب فرنسا ارسال الدكتور يحيى المشد الى فرنسا لمناظرته علميا في مركز الطاقه الذريه الفرنسي. وطبعا يتم تفويض الدكتور يحيى المشد من هيئه الطاقه الذريه بالعراق ومعاه 3 من العلماء العراقيين للسفر لفرنسا لمناظره الفرنسيين في شحنه اليورانيوم ويشوفوا مين فيهم الصح. زوجة الدكتور يحيى المشد بتقول حكى معايا وقال لي الفرنساويين جابوا لي حاجات مش اللي كنا طالبينها منهم، وكانوا فاكرين ان انا هعديها، رجعتها لهم تاني. بتقول اتخضيت وصرخت وقلت له ده كده ممكن يأذوك. بتقول ضحك وقال لي العمر واحد والرب واحد. وبيقول لو كلنا خفنا امال مين اللي هيجيب حق العرب منهم. وبتقول بس يحيى في الليله دي عمل حاجه غريبه جدا، طول عمره ما كانش بيتكلم عن نفسه نهائي، لكن ليله السفر الاخيره دي لفرنسا لقيته واقف في المرايه اللي في اوضه النوم وبيبص فيها جامد. اندهشت منه وقلت له مالك يا يحيى بتبص للمرايه ليه كده؟ لقيته بيبتسم وبيقول لي انا لازم ولادي والعالم كله يعرفوا ان انا مش اي حد. بتقول اول ما سمعته اول مره بيقول كده قلبي اتقبض. و9 يونيو سنة 80 بعديها بليلة واحدة وصل الدكتور يحيى المشد لباريس ونزل في فندق الميريديان وبدأ اجتماعاته مع الفرنساويين، وكل يوم يرجع من عندهم يكتب مذكراته بخط ايده للي حصل في اليوم، واهم جملة كتبها بايده كراميل لا محالة. وفي نفس الوقت يوزع في مذكراته برضه المبلغ البسيط اللي كان جايبه معاه عشان يشتري احتياجات اسرته البسيطة. كاتب في مذكراته بخط ايديه فستان لبنته وخاتم لابنه، كان بيفكر في الذره وفي هدوم عياله في نفس الوقت. وفي 13 يوليو 80 يعني بعديها ب3 ايام الكاتب الصحفي العربي فؤاد ابو منصور بيقول نزل الدكتور يحيى اللي كان عارف ان دي الليله الاخيره ليه بباريس من فندق الميريديان واشترى حاجات لاسرته كانوا محتاجينها. وطبعا الموساد كان مركز جدا مع الدكتور يحيى المشد وكانوا مراقبين كل تحركاته، وبيقول ان كان في غرفه في نفس الفندق لشخص كان دبلوماسي، وبيقول ان الموساد اخذ من الغرفه دي مركز عمليات يتمم جريمه الاغتيال من خلالها. واول ما الدكتور يحيى المشد رجع للفندق بعد ما جاب كل احتياجاته كان في واحده قاعده مستنياه فائقة الجمال وعاهرة في نفس الوقت، كان اسمها ماريدي ماجال، كانت عمالة تراقب كل تحركاته وشايفاه وهو واقف في الريسبشن بياخد مفتاح الأوضة وعمالة تبتسم له نظرات وبصات، وهو طبعا كان في تجاهل تام. وأول ما ركب الأسانسير لقاها راحت داخلة وراه، وجوه الأسانسير حاولت إغراءه بكل الطرق علشان يقضي معاها ليلة حمراء، لكنه رفضه بشدة ودخل غرفته بسرعة. طبعا خرجت وراه وخبطت على الباب، فتح لقاها في وشه، فجه يقفل الباب في وشها. للأسف دخل عليه 2 من وحدة القتل في الموساد، وطبعا هي دخلت معاهم وتم ضربه بحديدة الأباجورة اللي كانت في الأوضة. وحب الموساد انه يقنع الكل انها تبقى جريمة شرف، ويقنعوا الكل
ان هي دخلت معاه، ودخل شخص غيور جوزها مثلا او القواد بتاعها، وعايزين يقولوا ان هو زعل لما شافها معاه، ويجيب اداة الجريمة من نفس الغرفة اللي هي الاباجورة ويضربوا بيها على دماغه، وتبان الجريمة على انها طبيعية. وفعلا بعد ما نفذوا جريمتهم خرجوا من الأوضة وحطوا الورقة بتاعت ممنوع الإزعاج، وطبعا فضلت الأوضة مقفولة اليومين لغاية لما عمال النظافة لاحظوا إن الورقة محطوطة بقالها فترة كبيرة. بلغوا الإدارة اللي أمرت بفتح الحجرة علشان يلاقوا الدكتور يحيى مقتول على السرير. الصحفي عادل حمودة بيقول: في التوقيت ده كنت في فرنسا وقاعد بتفرج على التلفزيون بالليل، وفجأة تم قطع الإرسال في التلفزيون الفرنسي وتم إذاعة خبر عاجل: مقتل عالم مصري متخصص في العلوم النووية ويدعى الدكتور يحيى المشد وكان يعمل لصالح العراق. بيقول: فانتبهت للخبر المأساوي دون، لكن للأسف لقيت الكاميرا جايبة الضابط اللي طالع يعلن الخبر طالع من الحمام بتاع غرفة نوم الدكتور يحيى المشد وماسك في ايده فوطة وعليها بقع روج، وقال وهو بيغمز بعينيه: الظاهر ان احنا امام جريمة قتل عاطفية. ولما جابت السلطات الفرنسية اخر واحدة اتشافت معاه وهي ماري ديجال وجابتها عشان تشهد في القضية دي، قالت: بصراحة انا كنت قاعده في الريسبشن بالصدفه وعجبني شكله وطوله وكنت نفسي اقضي معاه الليله، لكنه رفض وبدا يبعدني عنه حتى لما دخلت وراه الاسانسير، وبمجرد ما خرج من الاسانسير مد وفتح اوضته ودخل وقفل وراه وانا مشيت ومعرفش اي حاجه تاني. ويطلع تقرير الطب الشرعي ان الدكتور يحيى المشد اتقتل بآلة حاده، ومعنى كده ان القاتل ليس محترف وان الجريمه ليست مدبره. وللاسف اتأيدت القضيه ضد مجهول. بس أشارت الشرطة الفرنسية أصابع الاتهام إلى منظمة يهودية، وقالوا إن هم بيعتقدوا إن منفذ الجريمة حد تابع للمنظمة اليهودية دي، لأنهم شاهدوا أفراد من المنظمة دي في محيط الفندق ليلة وقوع الجريمة. ويجي بعدها بشهر واحد العاهرة ماري ديجال الشاهدة الوحيدة في القضية تيجي وهي خارجة من بار كانت سهرانة فيه نص الليل، عربية مجهولة تكسر الإشارة وتقتلها وفص ملح وداب علشان دورها انتهى طبعا. لكن أقوى دليل كان كتاب صدر سنة 2000 من خلال اعتراف الشخص المسؤول عن شعبة القتل في الموساد الإسرائيلي، وده اللي صرح بيه الكاتب عادل حمودة وقال إن المسؤول عن شعبة القتل في الموساد اعترف في كتابه بأنه هو كان المسؤول عن اغتيال الدكتور يحيى المشد، وإن اللي حصل إنه دخلوا عليه الغرفة هو واتنين كمان لما ماري ديجال خبطت عليه باب الأوضة وفتح لها، ولما زقوه دخلوا الأوضة وقفلت ماري الباب. بيقول: حاولت إن أنا أهديه لأنه كان غضبان وساير جدا من اللي بيحصل، وقلت له: اهدى إحنا أولاد عم، الكلمة الدارجة بتاعتهم، وكل اللي طالبينه منك حاجة واحدة بس، إنك ترجع بلدك وملكش دعوة بموضوع المفاعل النووي العراقي ده أبدا، وهندي لك المبلغ اللي تطلبه. بيقول في كتابه: رد عليا رد شرقي حاد وقال لي: اخرس يا كلب انت واللي بعتينك، احنا اشرف منكم ومن اللي بتحلموا بيه. فبيقول بعد ما قال لنا كده تم تنفيذ حكمنا عليه علشان يستشهد الدكتور العالم يحيى المشد بإيد خسيسة ويفضل دمه معلق في رقبتنا كلنا. مهما يحاولوا يرهبوا علمائنا ومفكرينا مش هيقدروا. الأمة العربية اللي جابت المشد وزويل وسميرة موسى وفاروق الباز ومجدي يعقوب لسه فيها الخير، ولسه أولادها كل يوم بيضحوا بأرواحهم فدى ترابها. بس لازم نهتم بالبحث العلمي، لازم نظرتنا للعلم تتغير. أهم سلاح بيرعب عدونا هو سلاح العلم. طول عمرنا كنا بنصدر العلم، وللأسف دلوقتي بقينا تحت إيديهم، مستنين إن هم يوصلوا علشان احنا ناخد، مستنيين ان هم يحققوا عشان احنا نسقف. للأسف كنا احنا اللي بنصدر، دلوقتي بقينا احنا اللي بنستورد. لازم الكل يعرف ان ما بقاش في مكان دلوقتي لكليات نظرية كتير موجودة، وبقى في منها ملايين الخريجين اللي للأسف مالهمش اي لازمة. لازم كل الدول العربية تحط ايديها في ايد بعض وتهتم بالعلم وتصرف على العلم، مش هننهض غير بالعلم. الدكتور يحيى المشد كانت وصيته لينا وللعالم كله انه يعرف هو مين، بس للأسف اجيال كتير ما تعرفش حتى اسمه. عرفوا الدنيا كلها مين هو الدكتور يحيى المشد. العالم الدكتور يحيى المشد كان عالم مصري وعربي ضحى بحياته علشان ايمانه بان بالعلم هيجي النصر. فلازم الكل يعرف حكايته العظيمة اللي ليها مليون اصل.